اللبس يدخل الجنة ويدخل النار، والله العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان في صنفين هيبقوا موجودين هو ما شافهمش، دول من اهل النار: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسمنة البخت المائلة لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. يا جماعة اللبس يدخل النار ويدخل الجنة، الحجاب يدخل النار ويدخل الجنة. ايوه، هو الموضوع مش بسيط. لما احنا بنقلب على السوشيال ميديا مثلا ولا حاجة عشان نشوف ايه اللي بيحصل، عشان نعرف نتكلم مع الناس ولا حاجة، بيطلع مناظر والله العظيم ثلاثة. لما الواحد بيشوف كده اقسم بالله انا بيصعب عليا الشخص. ليه بتعملي كده؟ ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، وربنا سبحانه وتعالى شديد العقاب على فكرة، برضه شديد العقاب. واحنا عايزين المغفرة من ربنا سبحانه وتعالى. انت لو عملتي مهما عملتي وتوبتي ربنا سبحانه وتعالى دلوقتي ورجعتي تلبسي الحجاب وظبطتي نفسك، انت زي الفل. لكن احنا لو اتمدينا في الموضوع ده احنا ما نعرفش ملك الموت داخل علينا امتى. يعني اللي بتلبس لبس ضيق على جسمها وبتبين جسمها وبتنزل بيه وبتبقى حاطه ميك اب وحاطه زينه وحاطه الكلام ده كله، تخش تحت الحديث. انا مش بضغط عليكم ولا انا خايف، الموضوع مخيف، الموضوع مش سهل. تخيلي ان واحده تتخلى عن الجنه عشان لبس، والله العظيم سبحان الله. احنا مش هنستفيد حاجه يا جماعه في الاخر، والله ما هنستفيد حاجه. احنا لسه ما بدأناش حياتنا اصلا، لسه ما بدأناش حياتنا، هنبدأها في الجنه. ليه نضيعها من دلوقتي؟